اهلا بيكم، يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنعمل طبق لذيذ من الاطباق اللي بتتقدم في المطاعم، لكن هنعمله بطريقه اقتصاديه بدون كريمه وبطريقه سهله جدا جدا، مش هتاخد منكم اي وقت خالص. هنعمل مكرونه بالفراخ والوايت صوص. هنعمله بطعم غني جدا وكريمي زي المطاعم، لكن بمكونات كلها موجوده عندنا في البيت. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض، بس ما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين، وكمان اشتراك في القناه اللي لسه جداد على القناه. هستخدم النهاردة صدر فرخة، تقدروا تستخدموا نص الكمية او كمية اكتر لو حابين، لكن الكمية دي بتبقى مناسبة جدا على كيس المكرونة او كيس ونص. غسلت الفراخ كويس جدا ونقعتها حوالي نص ساعة في مية وملح وعصير نص ليمونة. شطفتها كويس جدا ونشفتها كويس قوي من المية، وابتديت اقطعها لمكعبات صغيرة، يعني بحجم متوسط زي ما انتوا شايفين كده. ما تكونش صغيرة قوي علشان ما تنشفش، وكمان ما تكونش كبيرة قوي علشان تستوي معاكم كويس. وبعد ما قطعت الفراخ هحطهم في بولة، وهبتدي ان انا اتبلهم تتبيل بسيط خالص. الفراخ اللي بتبقى بالوايت صوص ما بتبقاش فيها توابل كتير، يعني توابلها بتبقى بسيطة جدا. انا دلوقتي رشيت عليها شوية صغيرين من الملح والفلفل الاسود وقلبتهم مع بعض علشان بس تبقى ريحة الفراخ حلوة لما اجي اسويها، لكن طبعا احنا هنتبلها واحنا شغالين او احنا كمان بنسويها. في طاسة سخنة على النار حطيت معلقتين من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من الزبدة، سبتهم يسخنوا كويس ونزلت عليهم بمكعبات الفراخ. اول ما بنزل الفراخ في الطاسة بفردها كده في الطاسة علشان كلها تتحمر كويس، وكمان ما تنزلش ميتها. وطبعا لازم الطاسة تكون سخنة كويس علشان برضو الفراخ ما تنزلش ميتها. بمجرد ما بلاقيها بتغير لونها وبتاخد لون خفيف ببتدي ان انا اقلبها. تبلتها بشوية صغيرين من الملح، وطبعا احنا كنا ضايفين ملح في الاول فنحاول ناخد بالنا ما نكترش الملح. ضفت كمان رشة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الثوم الباودر والبصل الباودر، وكمان نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. ودي كده بتكون كل التوابل اللي بضيفها على الفراخ، يعني المكرونة بالوايت صوص والفراخ التوابل بتاعتها بتبقى بسيطة خالص. ممكن لو حابين تضيفوا كمان شوية صغيرين خالص من الزعتر. قلبت بقى الفراخ كويس قوي لغاية ما اتحمرت واخدت اللون الذهبي الجميل ده. برفع بقى الفراخ من الطاسة، وكده بتكون استوت تقريبا سوا كامل. وفي نفس الطاسة هزود معلقة كبيرة من الزبدة، وهنزل عليها ببصلة متوسطة متقطعة صغير او متقطعة رفيع بالشكل ده. هشوح البصلة لغاية بس يدوب ما تدبل وتبتدي ان هي تصفر، مش عايزاها تاخد لون خالص. شايفين يعني اللون الذهبي الفاتح او الاشقر الفاتح الجميل ده. بضيف عليهم بعد كده فص واحد متوسط من الثوم المفروم. بشوح البصل مع الثوم لغاية بس ما ريحة الثوم تبتدي تطلع. بعد كده بضيف عليهم معلقتين من الدقيق، دول معلقتين من معالق الطعام العادية خالص من الدقيق. ببتدي بقى اشوح الدقيق مع البصل والثوم، يعني تشويح سريع كده لغاية بس ما الدقيق يختفي ويبقى عندنا بالشكل ده، ومن غير ما ياخد لون ولا اي حاجة. على طول بقى بضيف عليهم كوبايتين من الحليب، ويفضل ان هو يكون بحرارة المطبخ او دافي حاجة بسيطة. بقلبهم بقى مع بعض كويس لغاية ما دوب كل الدقيق تماما زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. والنار طبعا بتكون يعني متوسطة او اقل من المتوسطة بشوية. وفي الوقت ده بكون حاطة حلة على النار فيها مية مغلية، بضيف عليها حوالي معلقة كبيرة من الملح، وبضيف عليها كيس من المكرونة. اي نوع مكرونة انتوا بتحبوه او تفضلوه تقدروا تستخدموه، مفيش اي مشكلة خالص. انا استخدمت المكرونة القلم، تقدروا كمان تستخدموا الفيتوتشيني او السباجيتي، برضو بيبقوا حلوين قوي. بسيب المكرونة تستوي، لكن انا مش عايزة اسويها على الاخر، انا عايزاها تبقى 3/4 سوا علشان لسه هتكمل السوا بتاعها في الصوص. شايفين بقى كده السوا بتاعها بيكون حلو جدا. قبل ما اصفي المكرونة هاخد من مية المكرونة حوالي كوبايتين واشيلهم دلوقتي علشان هستخدمهم بعد كده في الصوص. بعد كده اخدت بقى المكرونة وصفتها كويس جدا من المية، واديتها كده شطفة سريعة بالمية. بصراحة انا بحب اشطف المكرونة كده شطفة سريعة علشان اوقف السوا بتاعها، وكمان علشان ما تلزقش ببعضها. نرجع بقى تاني للصوص بتاعنا بعد ما قلبناه مع الحليب وسبناه بس يدوب يبتدي يغلي على نار هادية. ده بيكون القوام بتاعه. دلوقتي بقى هضيف معلقتين كبار من القشطة وش الحليب، يعني علشان ادي دسامة كده حلوة للصوص. تقدروا طبعا تستخدموا اي نوع قشطة انتوا بتفضلوها، يعني احنا حبينا نعمله النهاردة اقتصادي شوية فما حبيناش ان احنا نستخدم كريمة. تبلت الصوص كمان بشوية من الملح والفلفل، وقلبت كل المكونات دي مع بعض. وهتلاحظوا زي ما انتوا شايفين ان الصوص كل ما بنسيبه على النار بيبتدي يتقل بالشكل ده. هنبتدي بقى ننزل مكعبات الفراخ مع الصوص ونسيبهم بس يغلوا غلوة واحدة مع بعض علشان كده ياخدوا من طعم بعض. بعد كده نبتدي بقى نخفف الصوص زي ما احنا عاوزين بالمية بتاعة المكرونة، يعني بنخفف الصوص كده شوية بشوية بمية المكرونة لغاية ما توصلوا للقوام اللي انتوا عايزينه.
تقدروا طبعا تستبدلوا مية المكرونة بالحليب لو حابين. قلبت بقى كل المكونات مع بعض وسبته، بس اول ما يبتدي يغلي هبتدي على طول انزل عليه المكرونة. ونخلي بالنا اننا كل ما هنسيبه يغلي على النار كل ما هيفضل يتقل معاكوا وهتحتاجوا ان انتوا تخففوه. يعني السمك ده بيكون كويس جدا، لاننا كمان لما نضيف المكرونة الصوص هيتقل اكتر. بنضيف المكرونة وبنقلبها مع الصوص، واول ما يبتدي يغلي على طول بشيله من على النار. بعد كده ببتدي ان انا اغرفه، لو حسيتوا بعد ما ضفت المكرونة ان الصوص بقى تقيل زيادة عن اللزوم تقدروا برضو تخففوه بشوية من مية المكرونة او الحليب، مفيش اي مشكلة خالص. بيتقدم بقى على طول وهو سخن، وطبعا مش قادرة اقول لكم بقى ريحته وطعمه عاملين ازاي، بجد حلو جدا وفي منتهى البساطة، وكمان مش هياخد معاكم وقت خالص. وقبل التقديم على طول بنضيف عليه شوية صغيرين خالص من البقدونس لو حابين. طبق اقتصادي وسهل جدا، وكمان على طريقة المطاعم. الفراخ طرية جدا وجوسي، والصوص طعمه حلو جدا. بتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك كتير وشير واشتراك في القناة اللي لسه جداد على القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. بحبكم جدا، باي باي.